لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا نبذة مختصرة عن فنان من نجوم الفن الجميل الطيب الشرير، الفنان علي الشريف. انتوا مين؟ انا مش هتعتع من هنا، انا هنا يا قتل يا مقتول. ده انا مقتول دي قواضي قتل قديمة غير اللي انا داخل فيها. حلاوة. اخلص من قطع لسانك يا زافر. انا زجر يا ولي الشيك يا بنت انا هكسرك، انا هقطعك. ايه ده ساعات بعيد عنك، راح لازم يا بابا ماشي بالوصيات ماشي بالشلالين، كان هيكسر ضلوعي يا سعادة البيت. ده هيكسر ضلوعك يا ابو دومك. نبذة مختصرة سريعة عن حياته الفنية. تاريخ الميلاد: ولد يوم 23/6 عام 1934، والتحق بكلية الهندسة عام 1965، ولكن تركها والتحق بكلية التجارة ليجد وقت لانشغاله بالسياسة لحبه الشديد لها. امال اللي بتشربه ده ما يبقى حشيش؟ بشرب المهم ده الدنيا يا ولدي لها وشين، ابيض واسود. لما تبقى بيضة قدامك افتكر الاسود عشان تسلم، ولما تبقى سودة افتكر الابيض عشان تقدر تعيش لبكره. وجاءت بدايته الفنية لما اختاروا المخرج يوسف شاهين ليلعب دور دياب في فيلم الأرض عام 1970، وكان سياسيا، وكان من أشد المعارضين للزعيم كمال عبد الناصر، وتم اعتقاله 6 أعوام. طيب وشوية حشيش معرفش عنه حاجة. أنا حظي الوحش خلاني أمشي جنبه على طبة إخواننا بتوع المباحث. الله لا يولي مؤمن. الله. حقق نجاح كبير وشهرة واسعة في أدوار الشر، وقام بإقناع الجميع بأدواره الرائعة. الفنان علي الشريف متزوج وله 6 أبناء من السيدة خضرة محمد. قول لي يا بكري، ايه رايك في الستات؟ عشان كده راجع مبسوط. الستات يا ولدي زي الشمس، نحبها ايام ونكرهها ايام، لكن عمرنا ما نقدر نستغنى عنها. قدم ما يقرب من 100 عملا فنيا في فترة بسيطة، والتي نالت الكثير من الشهرة لدى الجماهير العربية، كما رأينا في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة مع الزعيم عادل إمام، وفيلم المتسول، وفيلم أفواه وأرانب. العركة قامت بسبب حاجة هايفة قوي. حمار ماشي على السكة مد بوزه لها في عضه، قامت العركة. مع الحمار؟ لا يا ولدي، مع اللي راكبه. واللي راكبه ذنبه ايه؟ كان واجب برضه يخلي باله. مش بقول لك كل. وفيلم كراكون في الشارع أيضا مع الزعيم عادل إمام، وفيلم المشبوه، وسلسلة أفلام وأعمال فنية جميلة. نبذة سريعة، دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن الفنان علي الشريف رحمه الله.